السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الآن في أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا. أنا مبسوط جدا إني جيت المسجد ده، وإحنا في جاكرتا في إندونيسيا الجميلة في جزيرة جاوا. اسمه مسجد الاستقلال. ده أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، وتعلمت هنا حاجات ما تعلمتهاش في حياتي. أنا كنت مسافر بس رحلة للدعوة، قال يعني أنا هكلم الناس عن ربنا وأدعو الناس إلى الله وأشوف ناس مش مسلمين تسلم. اتعلمت حاجات ما كنتش هعرفها أبدا. النهارده كان اللي بيخطب الجمعة وزير الشؤون الدينية، اسمه عارف الدين نصر الدين عمر، وده من العلماء، وهو أستاذ علوم القرآن والقراءات، وهو إمام في هذا المسجد ومدرس لشيخ عبد الشكور اللي قاعد معانا وهنتكلم معاه بعد شوية. وحطنا في أول صف في كبار الزوار واستقبلنا، وهو فرحان قوي إن احنا جايين نزوره، يعني إن في ناس من مصر ومن العرب. وتعالوا اوريكم سر الادب عند الناس دي واطفال الناس دي. مفيش طفل هنا بيقابلني الا لما يعمل كده ويشوف ابوه يبوس ايده. تعالوا اوريكم الاطفال مثلا اللي جايين هنا. ادي الولاد وادي البنات وجايبينهم. وفي كل مسجد احنا خلاص صلينا الجمعه بقالها اكتر من ساعه، وهنا المسجد مفتوح 24 ساعه ومركزين على حاجه واحده بس، انهم يعلموا الولاد القران. عيل انا بزعل قوي لما الاقي واد في مصر عنده 8 سنين سمع لي يا حبيبي القران، يقول له سمع لعمه رامي، سمع لعمه رامي الفاتحه، وبالعافيه ويقراها غلط وكل والله احد. وهنا تجيب عيل عنده 8 سنين ما بيتكلمش عربي، ما يعرفش انت بتقول ايه، لو سمعني دلوقتي مش هيفهم انا بقول ايه، وحافظ القران من الصفحه للصفحه من الجلده للجلده. طلع ان في منهج هنا بيدرسوه وعاملينه مجانا، وفي حتى اللي بيصورني دلوقتي الشيخ ابراهيم وهو عامل المنهج ده في مصر وبره مصر وبيعلم الناس مجانا. اسمه منهج نور البيان والفتح الفتح الرباني. بيعلمه من اول الحروف الف فتحه زي ما كنا بنتعلم زمان في ابتدائي، ويعلمك ازاي تنطق الحروف فتعرف تنطق اي حرف بالتجويد. يا سلام، وما تخطئش في ولا حرف، تخلي العيل عنده 7 8 سنين اعجمي ما بيعرفش حاجه ويقرا لك القران. اي صفحه تفتحها يقراها، اي صفحه تفتحها يقراها. انا مش عايز اروح، احنا المفروض نروح نتغدى دلوقتي، احنا قاعدين مبسوطين في المسجد. وريهم كده جمال المسجد واقعد لف فيه. اكبر مسجد هنا في المنطقه دي او في جنوب شرق اسيا كلها. تعالى قرب معايا شويه اوريهم الاطفال دول. يا رب على هذا الجمال. واتوقع ان دي قطعه من كسوه الكعبه بحق وحقيقي، يعني اهديت اليهم يعني. واللي قاعدين هناك تحت دول علماء في القران. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا سلام يا سلام. وتعالى اوريكم بقى كده ايه شكل الاطفال الجمال. يعني دول زي ما تقول شكل تربيه القران لما تربيها لاولادك. تشوف عيال زي العيال اللي انت شايفهم دول. ادي الاطفال البنات وادي الاطفال الولاد، هنقعد معاهم دلوقتي. يا رب ارزقني زوجه صالحه، ويا رب ارزقني ذريه صالحه، وانا اوعدك يا رب اني هحفظهم القران وهعلمهم حروف اللغه العربيه واعلمه التجويد والتشكيل. مش عاوزين بقى ندخله مدرسه انترناشونال وفرنش وانجليش ودوتش، ما عنديش مانع ان شاء الله يتعلم 99 لغه، بس يتعلم اللغه اللي نزل بيها كتاب ربنا. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. الراجل ده من مصر، بابا أستاذ في علوم القرآن. اسمك إيه؟ إيه؟ أنت لا بتتكسف قوي لا زعلان مني في حاجة عشان كل ما أجي ألعب معاك تجري. تعالى. اسمك إيه؟ محمد. طيب الحمد لله، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه. عرفوا أولادكم القرآن، علموهم الأدب والتربية والحياء، علموهم ازاي يحترموا اهل القرآن. حفظوهم كتاب الله من وهم اطفال. هو دي رسالتي. هيطلع ضابط، يطلع مهندس، يطلع دكتور، بس هيطلع عنده اخلاق القرآن. ويوم القيامة يلبسك تاج لو اتوزن بالسماء والارض والدنيا والاخرة، من كتر ما انا متلخبط مش عارف اتكلم يبقى احسن منهم. ويسأل الأب والأم بإيه التاج ده يا رب اللي أحسن من الدنيا وما فيها؟ قال بما حفظت ولديك القرآن أو ولدك القرآن. زي ما حفظت ابنك القرآن ربنا يكرمك يوم القيامة. مش عاوز بقى اللي هو يعني يحفظ الفاتحة وكل هو الله أحد وجزء عامة. أنا ساعات أروح أخطب واحدة يبقى عندها 35 سنة أقول لها أنت حافظة إيه؟ تقول لي جزء عامة ونسيت آخر 95 سورة وفاكرة كل هو الله أحد وهحاول أقراها صح. وواحد تاني عجمي ما بيقراش حاجة خالص
وحافظ القرآن كله كاملا. فيعني لو عايز تربي ابنك صح، ربيه على تربية القرآن، وعلمه كتاب الله، وعلمه هو القرآن هيخليه حلو، هيخليه مؤدب ومحترم وبيذاكر وشاطر وذكي، وهيعلي الاي كيو بتاعه. وهحط لكم لينك المدرسة اللي بيعملوها هنا في اندونيسيا، وفي ماليزيا، وفي امريكا، وفي فرنسا، وفي كل دول العالم، وبيسموها مدارس تعليم القرآن أو نور البيان لغير الناطقين بالعربية والأعاجم والأميين والعرب والأطفال والكبار. وهم قالوا لي إنهم بيعملوا دورات. اطلع كده بص وريهم بقى البتاع. أيوه يا سلام، دورات مجانية. أنا الصوت بتاعي بيرد ولا أنا مش واخد بالي؟ عشان المسجد كبير أوي. والدورات دي بيدوها للي عايز يتعلم ازاي يعلم القرآن للأطفال. يعني بيدوا دورة لأساتذة تعليم القرآن، والدورة دي بعد ما يدوها الأساتذة بيتعلموا ازاي يعلموا أطفالهم القرآن، وبعد كده الأطفال اللي يتعلموا القرآن، فيبقى كل ده في ميزان حسناتهم، وعاملينه فور فري مجانا. يا ريت تنشروا الحلقة دي، ويا ريت تكون سبب في انك تعلم اولادك القرآن. وهعمل فيديو كده بس بعد اللايف ده ما نقفله، مع الشيخ عبد الرحمن، مع الشيخ عصام، مع الأستاذ عبد الشكور من علماء إندونيسيا، ازاي فكروا في الفكرة دي، وازاي بيعملوها، وازاي خلوا القرآن يبقى جزء من حياتهم، وازاي ربوا أولادهم على القرآن، وازاي نعمل كده في أولادنا يا رب. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم من مسجد الاستقلال، أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، من جزيرة جاوا، من مدينة جاكرتا في إندونيسيا الجميلة. كان معكم رامي إسماعيل يحييكم، تحياتنا ليكم. ووريهم بقى المسجد قبل ما نختم. يا سلام يا سلام على الجمال. يا سلام على الجمال. ايوه شوف جمال المكان. يلا نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله. استنى نعمل بقى فينيش. ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن.